مساء الخير يا جماعة. أنا حابب أتكلم معاكم في موضوع مضايقني جدا بصراحة. قعدت النهاردة أفكر في سلوك رجال الأعمال واللي عملوه بعد القرارات اللي عملتها الدولة بملاحقة المتاجرين في العملة، ونجحت إنها تنزل الأسعار شوية، والصدمة اللي حصلت للدولار. لقيت في الحقيقة صرع حصل من المتعاملين بالدولار واللي عندهم مصالح، سواء هيستوردوا بضاعة ولا تجار العربيات ولا المصنعين أو المستوردين. كلهم فجأة نزلوا بصرع على الدولار، كأن يعني الحق اغتنم الفرصة، وكانوا السبب في إن الدولار بيتحرك بعد ما خد ضربة جامدة جدا من الدولة. فجأة لقيته مرة تانية بيصحصح كده ويشد نفسه قدام الجنيه. أرجوكم ما تعتبروش نفسكم بتشتغلوا في جزر منعزلة عن الدولة بتضرب دلوقتي وبتلاحق كل اللي بيلعب بالدولار وكل اللي بيضرب مصلحة الوطن. انت مش في جزيرة منعزلة، انت بتضر نفسك وترجع تقول، تعيط تقول يا لهوي الدولار طلع. طب مين السبب ان الدولار طلع؟ ما السبب ان الدولار طلع ان حضرتك رحت اشتريت وغيرك راح اشترى لما لقاه نزل 52 و51. ايه، سيبوه ينزل الاول واهدوا شويه، اللي عنده مصلحه ياجلها شويه، واللي عايز دولار دلوقتي عشان يسافر يهدي نفسه شويه، يستنى شويه، يحاول يستعمل الفيزا، يعمل اي قناه شرعيه. ما تشجعوش السوق السوداء، وقفوا التعامل بالسوق السوداء، وقفوا التعامل مع المتاجرين بالوطن. ما تكونوش جزء من الناس، من الحاجة اللي بتساعد الوطن على الانهيار. انتوا مش هتشتغلوا عكس التيار وعكس التروس. الرئيس مموت نفسه هو والحكومة ان هم ينقذوا الجنيه المصري ويحافظوا على عافية الدولة ويجيبوا استثمارات من بره، والانباء جميلة جدا عن البلد. بلاش التلاعب بمصلحة الوطن ده وتفضيل مصلحة الغير، مصلحتكم على مصلحة الوطن. شكرا.